السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ الريفيو بتاعنا النهارده عن فندق دوم مارينا بورتو السخنه، او بعد بورتو بحوالي كيلو بالظبط، مسافه مش كبيره. يعني لو جايين من القاهره هو بعد بورتو بكيلو. بورتو على ايدنا اليمين، لكن دوم مارينا على ايدنا الشمال على البحر على طول. لو حابين نخرج بالليل نتمشى مثلا، نقعد في كافيه او سوبر ماركت، محتاجين سوبر ماركت او مطاعم، ماكدونالدز وهارت اتاك هنلاقيهم في بورتو. المسافه زي ما قلت لكم هي كيلو، ممكن نتمشيها عادي جدا، مش مرهقه. اول مدخل هيقابلنا على ايدنا الشمال لدوم مارينا هيكون مدخل للشاليهات. تاني مدخل اللي هو مدخل الفندق بتاع دوم مارينا، الغرف الفندقيه. الاتنين منفصلين عن بعض، ليهم مدخلين، كل واحد ليه مدخل مختلف، لكن الاتنين تبع اداره دوم مارينا. فزي ما قلت لكم، مدخل الاول مدخل للشاليهات، والمدخل التاني ده مدخل الفندق، فاحنا هنخش الفندق المدخل التاني. هنا هوريكم الريسبشن. هو الفندق بشكل عام حلو جدا، الحاجات قريبه من بعض، كمان في اسانسير. هو مش كبير، يعني هو الدور الارضي وفي دورين فوقيه. ريسبشن مش كبير قوي، بس يعني بيستوعب الجست. كمان هما بيحاولوا انه بسرعة يتم التسكين بدري. هو المفروض التسكين بيكون من الساعة 12 للساعة 2، لكن لو الغرف متاحة وفاضية ومتنظفة التسكين بيتم بسرعة جدا، مفيش يعني ربع ساعة نص ساعة بالكتير قوي، والتسكين بيتم على طول. هنلاقي فيه طبعا غرف في كل دور. الدور الارضي فيه غرف، الدور الاول والدور التاني. المطعم هنلاقيه فوق الريسبشن، يعني في الدور اللي فوق الريسبشن على طول. هنلاقي المطعم هو مطعم واحد، وفي مطعم تاني موجود تحت جنب الريسبشن، بس ده غالبا بيكون بحجز. يعني لو عايزين اصناف اكل مختلفة عن اللي موجودة في المطعم الرئيسي، بنطلب بقى من الريسبشن، بيكون ليها حجز. ده الباب بتاع المطعم التاني، لكن ده مش بيكون مفتوح طول الوقت، ده بيتفتح بس للي بيكون عايز اكل معين في وقت تاني معين، وبيكون بره الاقامة بتاعتنا. السعر يعني بتاعه او التكلفة بتاعته بتكون بره الاقامة بتاعتنا. هنا في جنب الريسبشن على طول هنلاقي الاسانسير، وبعد كده هنلاقي مدخل كده في الغرف، مجموعة من الغرف. اول حاجة هتقابلنا في بازار كده صغير، بيبقى فيه مايوهات، نلاقي فيه كور سليبرز، تشيبسي مولتو، يعني شوية حاجات كده علشان الدنيا، لو اي حد محتاج حاجة من الحاجات دي يعني. الريسبشن برضه يبقى موجود فيه بار بيقدم مشروبات سخنة ومشروبات باردة وايس كريم، وفي بار تاني على البحر، بس طبعا ده بتكلفة اضافية. هنا هنطلع من الباب ده هنلاقي التراس دوت، القعدة فيه حلوة جدا، سواء الصبح او بالنهار لو الجو مش حر. بالليل بيشغلوا اغاني، بيبقى فيه حفلات، فالدنيا بتبقى لطيفة جدا. بتبقى الاغاني فيه بيشغلوا كده اغاني ودي جي لغاية الساعة مثلا 11 او 12 بالليل. هنا التراس اللي جنب الريسبشن، وكمان بيبقى فيه ميوزك برضو على البحر. وفي بار على البحر برضو بيقدم مأكولات، بيقدم مشروبات، كل حاجة هوريها لكم دلوقتي. دلوقتي هننزل هوريكم حمامات السباحة، هوريكم البحر. الشاطئ كبير بس هو للأسف صخري. ده شكل الغرف كده من بره من التراس. في غرف بتكون مطلة على البحر، وفي غرف بتكون شايفة البحر بس جانبي شوية. ودي كانت الإطلالة بتاعت الغرفة بتاعتنا، احنا هوريها لكم اللي هي بحر جانبي. طبعا التكلفة بتكون مختلفة، البحر جانبي عن اللي بيكون سي فيو بشكل كامل، بتكون التكلفة مختلفة. بس بصراحة ما حسيتش فرق كبير قوي، لانه انا هوريكم الغرفة، هوريكم الفيو بتاعها كان حلو. اللي شايفة البحر جانبي كانت حلوة مش وحشة. عندنا هنا الشط كبير، زي ما قلت لكم الشاطئ بتاع الغرف الفندقيه بتاع دوم مارينا منفصل عن الشاطئ بتاع الشاليهات. هما الاتنين جنب بعض على طول، بس هما عاملين فاصل كده بحديد، بس عشان خاطر الخصوصيه يعني مش اكتر. لكن هما الاتنين جنب بعض على طول، بس الاول نلاقي الشاليهات، وبعدها نلاقي مدخل الشاليهات، وبعدها مدخل الغرف. هنا حمامات السباحه فيها اعماق مختلفه قوي، مناسبه لكل الاطوال. هنلاقي فيه طبعا آه، مع الكارت اللي احنا بناخده، اللي هو المفتاح بتاع الغرفة، بيدونا كروت على حسب عدد المقيمين في الغرفة، للفوط او البشاكير بتاعت حمام السباحة.
ده اول حمام سباحة، العمق بتاعه 195 وفي جزء تاني 125 سنتي، عمقين، عمق 195 سنتي وعمق 125 سنتي. وده الحمام التاني 75 سنتي للأطفال. وبعد كده الحمام التالت والأخير، وده اللي هو الكبير اللي أكبرهم، ده متقسم برضو لجزء كده صغير 40 سنتي للأطفال الصغيرين قوي اللي معاهم بقى أولياء أمورهم، فيبقوا واقفين معاهم في نفس حمام السباحة، عاملين لهم فاصل كده صغير. وبعد كده العمق التاني 125 سنتي، وده أكبر حمام سباحة موجود. فبرضه حلو قوي ان هو فيه اعماق مختلفة من اول 40 سنتي لغاية 125 سنتي. في شازلونجات، في شمسيات، حلو برضو انه الدنيا مش ملزقة في بعض عشان الخصوصية. في حمام طبعا على يعني عند حمام السباحة على طول، في دش كمان بيبقى برا كده. في هنا بار زي ما قلتلكوا على البحر، بيقدم كل حاجة، مشروبات سخنة، مشروبات باردة، ايس كريم، مأكولات، وجبات. هنا الشاطئ كبير، يعني الطول بتاعه كبير قوي. وفي كمان الممشى اللي في النص دوت حلو جدا في الصور. كمان بيوفروا هنا برضو على الشاطئ الناس اللي بتحب مثلا رحلات اليخت، الناس اللي بتحب البنانا بوت، الباراشوت، الحاجات دي هنلاقيها برضو موجودة. مشكلة بس الشاطئ هنا ان هو صخري، يعني مشكلة دي بصراحة من الحاجات اللي ما عجبتنيش. لو حد حابب يتمشى كده بس على الشط مش هيعرف يتمشى عشان خاطر الصخور. هنا زي ما قلتلكوا بوريكوا بورتو اهي، ان هي قريبة من الفندق، وبرضه هوريها لكم اكتر من الغرفة عندي كانت اقرب. ده شكل الشاطئ، يعني حاولت كده ان انا الم لكم الدنيا بس. الشاطئ وحمامات السباحة والحاجات دي كلها الموجودة. بس انصحكم ان لازم واحنا رايحين لازم شوز بحر، سواء بقى كبار سواء اطفال، لازم شوز بحر، علشان الجزء بتاع الشط اللي هو مليان صخور ده بيبقى فيه صعوبة قوي واحنا ماشيين عليه عشان ننزل المية. فلازم تكون في شوز بحر عشان خاطر لو حد مثلا هيتعور بقى في رجله او حاجة، لا نتفادى الموضوع ده خالص. فنبقى لابسين شوز للبحر عشان خاطر زي ما بوريكوا كده، شايفين الصخور كتيرة قوي، واحنا طالعين او احنا نازلين هنمشي حبة حلوين. فعشان نتفادى الصخور دي نكون لابسين شوز للبحر. بشكل عام المكان حلو جدا، وبس موضوع الصخور ديت لو تفادوها هيبقى المكان فعلا حلو قوي. دي من الحاجات يعني اللي بيعيب عليها في المكان بصراحة، موضوع الصخري. الغرفة بتاعتنا كانت زي ما قلتلكوا شايفة البحر الجانبي، هوريكوا كل حاجة فيها. ده التويلت، بيدخلوا فوط صغيرة، بيدخلوا فوط كبيرة، بيدخلوا شامبو، شاور جل، صابون. كمان بيبقى فيه مناديل اللي هي البكر دي الرول، والمناديل السحب. كمان هنلاقي عند باب الغرفة جنب الباب كده في ميني بار صغير، عليه كاتل، عليه كوبايات، عليه بيحطوا السكر بقى وشاي والنسكافيه وكريمر للنسكافيه. كمان في تلاجة صغيرة، وبيحطوا بيدخلوا ازايز مية كبيرة. بصراحة دي من الحاجات اللي عجبتني برضو قوي في الفندق ده، انهم بيدخلوا مية كبيرة. يعني الغرفة بتاعتنا كانت دبل، فبيدخلوا لنا ازازتين مية كبيرة. كانوا السريرين اللي هم الصغيرين اللي هو 120. الدولاب فيه شماعات، فيه طبعا خزنة، اي فندق محترم لازم بيوفر خزنة في الأوضة. بالنسبة للفرش بيبقى فيه طبعا الفرش موجود على السرير، بيبقى فيه حاجات تانية إضافية في الدولاب، ولو محتاجين اي حاجة شماعات او مخدات او اي حاجة بنطلبها بيوفروها. ده الفيو بتاع الغرفة بتاعتنا. البلكونة بصراحة كانت اطلالتها حلوة، لو حد حابب يقعد فيها الدنيا لطيفة. دي الشاليهات بتاعة دوم مارينا، عاملين فاصل ما بيننا وما بينهم. هنا بوريكم بورتو، برضو الاهرامات بتاعة بورتو من البلكونة. دلوقتي هندخل المطعم، هوريكم وجبة الفطار ووجبة العشاء. احنا طبعا كده كده اصلا الفنادق السخنة كلها بتكون هاف بورد، فطار وعشاء اوبن بوفيه.
لو حد حابب بقى طبعا بيضيف وجبة غدا، بس دي بتكون بره الإقامة، يعني سعرها بيكون إضافي بره الإقامة. المطعم مساحته كويسة طبعا، زي ما قلت لكم هو الفندق نفسه مش كبير قوي، يعني المطعم مناسب لعدد الجست الموجودين. في الفطار بيكون في ميه سخنه عشان خاطر الشاي وسكر، بيكون في لبن، بيكون في قهوه، بيكون في انواع كتير قوي بصراحه من الاكل. كان عاجبني قوي التست بتاعهم بصراحه، للاكل كان حلو. في فنادق بيبقى الاكل نفسه التست بتاعه مش حلو، وتلاقي اصناف كتيره بس الكواليتي مش قد كده يعني. لا هنا الكواليتي كانت حلوه. بيبقى في مخبوزات بقى، ميني بيتزا، ميني دانش، كرواسون، عيش بلدي، كايزر. في البيض بيكون مسلوق، وبيبقى في بيض اومليت. طبعا بنطلب اللي احنا عايزينه بقى، لو انا عايزه اي اضافات من اللي عندهم دي، طماطم، جبنه، زيتون، بصل، او عايزه ساده، طبعا هو بيعمله لك واحنا واقفين. بيبقى في بيض مسلوق، بيبقى في طعميه طبعا بتتعمل على طول طازه. في فول بقى والبطاطس مشويه، بيعملوا بطاطس مشويه جميله قوي. الناس هناك محترمين جدا، الشيفات ذوق جدا ومتعاونين. دي الطعمية. وده كسكسي كمان، بيبقى فيه كانوا بيبقوا عاملين بليلة باللبن برضو. بيبقى فيه كورن فليكس، كنت شفت كده حد كان معاه كورن فليكس يعني، مش عارفة بقى فين. هنا جبنة رومي، لانشون، زبادي، جبنة بالطماطم. ده عصير بس اللي هو البودر، مية، والكبسة جنبها. فبشكل عام الاصناف الموجودة دي في الفطار كويسة يعني. ممكن يكون في فنادق تانية فيها حاجات تانية اكتر، بس يعني بشكل عام انه في جبنة، في لانشون، دي الحاجات بتكون موجودة في الفطار اكتر حاجة يعني. الفول والطعمية والبطاطس والعيش اللي عايز شاي، قهوة، شاي بلبن يعني كده. فانا من الناس اللي ما يهمنيش قوي التعدد او التنوع في الاكل كتير، لو الجودة مش كويسة يعني. ما عنديش مشكلة ان تكون اصناف تكون قليلة شوية، بس تكون الكواليتي بتاعتها كويسة. انواع سلطات في وقت العشاء بتكون كتيرة، بيعملوا نوعين من الشوربة، بيبقى فيه نوعين او 3 من الرز والمكرونة، بيبقى فيه 3 انواع من البروتين. الخضار هنلاقي فيه خضار سوتيه للناس اللي مش بتحب الاكل اللي هو المتسبك بقى والحاجات دي. بيبقى فيه نوع خضار ده بامية. دي فراخ مشوية على الفحم، كفتة مشوية على الفحم برضو، بصراحة جميلة جدا. دي كبدة اسكندراني. التنوع بقى بيكون في الكبدة والكفتة يعني، أساسي الفراخ، بيبقى فيه تنوع بقى، مثلا كبدة وسمك، سمك وكفتة يعني كده. مكرونة بشاميل، لازانيا. دي الحلويات. برضو بيبقى فيه حاجات كتير قوي، كلها طعمها جميل برضو. بس هي مشكلة ان هما الفاكهة بيقدموا نوع واحد بس فاكهة، فدي برضو حاجة من الحاجات اللي معجبتنيش. ده جزء من حفلة كانوا عاملينها للأطفال بالليل. هو بيهتم قوي بصراحة بالأطفال، وبيبقى فيه حفلات تانية، أوقات بيبقى فيه أيام بيجيبوا رقاصة، وقت بيجيبوا مغني، بس مش كل يوم يعني. يا رب يكون الريفيو عجبكم، واستنوني إن شاء الله في ريفيو جديد وفندق جديد ومكان جديد، وأشوفكم على خير إن شاء الله. مع السلامة.